هل هي تناقض خبرهم مع لقاء أو تصريح أو كلام مع صحفي إسرائيلي؟ هل الوسائل الإعلامية نعرف متأكدين أن الخبر هو كاذب، لكن هل الوسائل الإعلامية تنوي مقابلتها أم تركها على سبيلها أم أؤكد لك أنه حتى خلال الندوة الصحفية التي شاركت فيها كبريات الصحف العالمية والتلفزيونات هذا الموضوع لم يطرح أصلا. موضوع الصراع العربي الإسرائيلي لم يطرح إطلاقا. ومرة كنت أمشي في ردها من الردهات وإذا بشخص يلصق لي ويحاول أن يسألني، فأنا التفت إليه فأدركت أنه مشبوه واحتمال كبير أن يكون ينتمي للإعلام المعادي لأمتنا. يعني أنا انصرفت عنه ولم أتخاطب معه إطلاقا. نحن أريد أن أعود إلى الموضوع الفلسطيني قبل أن يعني محاولة تشويه مواقف حركة عرفت منذ نشأتها بأنها نحن الذين صغنا مبدأ أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الأمة. نحن الذين صغنا، نحن الذين ناصرنا القضية الفلسطينية، لا نحتكر هذا. الشعب التونسي كله مناصر للقضية الفلسطينية، فلماذا يعني نحن الذين استقبلنا بالأمس زعيم أكبر زعيم فلسطيني اليوم اللي هو المجاهد إسماعيل هنية، يأتي بعد ذلك بعض الناس ليشككوا في مواقفنا. يعني كأن الصحافة الإسرائيلية أصبحت مرجع موثوق، مرجعا موثوقا عند هؤلاء. أما النهضة المعنية بالأمر والمتهمة لا أحد يكلف نفسه أن يسألها.